رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. في حلقة النهاردة هقول لكم قائمة المسلسلات اللي هتتعرض في رمضان 2024 مع قنوات العرض. بس قبل ما ابدأ اي حاجة بتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على النبي. 4-7 تاني مرة. أكشن! أول مسلسل معانا هو مسلسل الحشاشين، وهو هيكون من بطولة كريم عبد العزيز، واللي بيعود للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل الاختيار الجزء الثالث، واللي كان في رمضان 2023. وهيشارك كريم عبد العزيز بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين. وهتدور احداث المسلسل في اطار تاريخي، بالتحديد في القرن ال11 الميلادي، عن جماعه الحشاشين. والمسلسل هيكون من تاليف عبد الرحيم كمال ومن اخراج بيتر ميمي، وهيتم عرض المسلسل على قناه DMC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل سيد العقارب، والمسلسل هيكون من بطوله غادة عبد الرازق. وهتدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي درامي. والمسلسل من تاليف باهر ديودار ومن اخراج احمد حسن، وهيتم عرض المسلسل على قناه أون. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل حق عرب، والمسلسل هيكون من بطولة أحمد العوضي، اللي بيعود للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل ضرب نار، واللي كان في رمضان 2023. وبيشارك في بطولة المسلسل رياض الخولي ودينا فؤاد ووفاء عامر وغيرهم من الفنانين. والمسلسل هيكون من تأليف محمود حمدان ومن إخراج إسماعيل فاروق، وهيتم عرض المسلسل على قناة أون. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل عتبات البهجة، وهو هيكون من بطولة يحيى الفخراني. وهتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وهتشارك يحيى الفخراني بطولة المسلسل جمانة مراد. وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة. ومسلسل عتبات البهجة هيكون من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، وهيتم عرض المسلسل على قناة DMC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل العتاولة، وهو هيكون من بطولة أحمد السقا، واللي بيعود للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل جولة أخيرة. وهيشارك أحمد السقا بطولة المسلسل طارق لطفي، واللي بيعود للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل مذكرات زوج، واللي كان في رمضان 2023. وهتدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار اجتماعي شعبي، وهيشارك في بطولة المسلسل باسم سمرة وزينة ومي كساب وغيرهم من الفنانين. والمسلسل هيكون من تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى، وهيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، والمسلسل هيكون من بطولة دينا الشربيني، واللي بتعود للدراما بعد تقديمها للجزء الأول من مسلسل كامل العدد في رمضان 2023. ومسلسل كامل العدد الجزء الثاني هو من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، وهيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل أشغال شقة، وهو هيكون من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال. وهتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، وهيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل جودر، والمسلسل هيكون من بطولة ياسر جلال، واللي بيعود للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل علاقة مشروعة. وبيشارك في بطولة المسلسل ياسمين رئيس وطارق عماد وغيرهم من الفنانين. وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة. والمسلسل هيكون من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وهيتم عرض المسلسل على قناة أون. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل المعلم، وهو هيكون من بطولة مصطفى شعبان، واللي بيعود للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل بابا المجال، واللي كان في رمضان 2023. وهيشارك مصطفى شعبان بطولة المسلسل سهر الصايغ وأحمد بدير وغيرهم من الفنانين. وهتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي، وهيتم عرض المسلسل على قناة أون. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل 100 راجل، والمسلسل هيكون من بطولة سمية الخشاب، وهتجسد سمية الخشاب خلال أحداث المسلسل دور غالية سائقة الميكروباص. والمسلسل هيكون من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت، وهيتم عرض المسلسل على قناة النهار. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل بدون سابق إنذار، وهو هيكون من بطولة آسر ياسين، وهيتم عرض المسلسل على قناة DMC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل مليحة، وهو هيكون من بطولة دياب وميرفت امين، وهتدور احداث المسلسل حول القضيه الفلسطينيه. والمسلسل هيكون من تاليف رشا عزت النجار ومن اخراج عمرو عرفه، وهيتم عرض المسلسل على قناه اون دراما. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل امير العوامري، وهو هيكون من بطوله هاني سلامه وسوسن بدر، وهتدور احداث المسلسل في اطار درامي اجتماعي. والمسلسل هيكون من تاليف احمد صبحي واخراج محمد النقلي، وهيتم عرض المسلسل على قناه النهار. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل امبراطوريه ميم، ومسلسل امبراطوريه ميم هيكون من بطوله خالد النبوي، واللي بيعود للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل الإمام الشافعي، واللي كان في رمضان 2023. ومسلسل امبراطورية ميم مأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس. والمسلسل هيكون من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، وهيتم عرض المسلسل على قناة CBC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل خالد نور وولده نور خالد، والمسلسل هيكون من بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز، وهتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وهيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل
مسلسل صدفة، والمسلسل هيكون من بطولة ريهام حجاج، وريهام حجاج بتعود للدراما بعد اخر مسلسل قدمته وهو مسلسل جميلة، واللي كان في رمضان 2023، وهتدور احداث المسلسل في اطار كوميدي. ومسلسل صدفة هيكون من تأليف ايمن سلامة واخراج سامح عبد العزيز، وهيتم عرض المسلسل على قناة اون. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل المداح الجزء الرابع، والمسلسل هيكون من بطولة حمادة هلال، واللي بيعود للدراما بعد تقديمه للجزء الثالث من مسلسل المداح في رمضان 2023، وبيشارك في بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب ودنيا عبد العزيز وسهر الصايغ وغيرهم من الفنانين. والمسلسل هيكون من تأليف امين جلال ومن اخراج احمد سمير فرج، وهيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل بابا جه، وهو هيكون من بطولة اكرم حسني، وهتدور احداث المسلسل في اطار كوميدي، وهتشارك اكرم حسني بطولة المسلسل نسرين امين. ومسلسل بابا جه هيكون من تأليف وائل حمدي واخراج خالد مرعي، وهيتم عرض المسلسل على قناة DMC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن، والمسلسل من بطولة احمد مكي، واللي بيعود للدراما بعد تقديمه للجزء السابع من مسلسل الكبير قوي في رمضان 2023، وبيشارك احمد مكي بطولة المسلسل رحمة احمد وبيومي فؤاد ومحمد سلام. والمسلسل من تأليف مصطفى صقر واخراج احمد الجندي، وهيتم عرض المسلسل على قناة DMC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل جري الوحوش، والمسلسل هيكون من بطولة نضال الشافعي ومحمود عبد المغني، والمسلسل هيكون من اخراج عبد العزيز حشاد، وهيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل مسار اجباري، وهو هيكون من بطولة عصام عمر واحمد داش، والمسلسل هيكون من اخراج نادين خان، وهيتم عرض المسلسل على قناة اون. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل نعمة الافوكاتو، وهو هيكون من بطولة مي عمر واحمد زاهر، وهتدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي درامي. ومسلسل نعمة الافوكاتو هيكون من اخراج محمد سامي، وهيتم عرض المسلسل على قناة اون. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل بيت الرفاعي، والمسلسل هيكون من بطولة امير كرارة، واللي بيعود للدراما بعد اخر مسلسل قدمه وهو مسلسل سوق الكانتو، واللي كان في رمضان 2023، وهيشارك في بطولة المسلسل احمد رزق وسيد رجب وغيرهم من الفنانين. ومسلسل بيت الرفاعي هيكون من تأليف بيتر ميمي ومن اخراج احمد نادر جلال، وهيتم عرض المسلسل على قناة DMC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل 220 يوم، والمسلسل هيكون من بطولة كريم فهمي وصبا مبارك، وهتدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي رومانسي، وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة، وهيتم عرض المسلسل على قناة DMC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل صلة رحم، وهو هيكون من بطولة اياد نصار، والمسلسل هتدور احداثه في اطار اجتماعي. والمسلسل هيكون من تأليف محمد هشام عبية ومن اخراج تامر نادي، وهيتم عرض المسلسل على قناة CBC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل فراولة، وهو هيكون من بطولة نيلي كريم، وهتدور احداث المسلسل في اطار كوميدي، وهيتم عرض المسلسل على قناة DMC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل رحيل، وهو هيكون من بطولة ياسمين صبري، وهتدور احداث المسلسل في اطار شعبي. والمسلسل هيكون من تأليف محمد عبد المعطي ومن اخراج ابراهيم فخر، وهيتم عرض المسلسل على قناة DMC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل لانش بوكس، وهو هيكون من بطولة غادة عادل، واللي بتعود للدراما بعد اخر مسلسل قدمته وهو مسلسل حالة خاصة، وهيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل سر الهي، وهو هيكون من بطولة روجينا، والمسلسل هيكون من اخراج رؤوف عبد العزيز، وهيتم عرض المسلسل على قناة DMC. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل محارب، وهو هيكون من بطولة حسن الرداد ومنى فضالي واحمد زاهر، وهتدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي تشويقي. ومسلسل محارب هيكون من تأليف محمد سيد بشير واخراج شيرين عادل. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل كوبرا، والمسلسل هيكون من بطولة محمد امام، واللي بيعود للدراما بعد اخر مسلسل قدمه وهو مسلسل النمر، واللي كان في رمضان 2021، وهتدور احداث مسلسل كوبرا في اطار شعبي اكشن، وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة، وهيشارك في بطولة المسلسل محمود عبد المغني ومجدي كامل ومحسن منصور وغيرهم من الفنانين. والمسلسل هيكون من تأليف احمد محمود ابو زيد ومن اخراج احمد شفيق، وهيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل بدون مقابل، والمسلسل هيكون من بطولة هاني رمزي وداليا البحيري، وهتدور احداث المسلسل في اطار درامي اجتماعي. والمسلسل هيكون من تأليف حسام موسى ومن اخراج جمال عبد الحميد، وهيتم عرض المسلسل على قناة النهار. والمسلسل الاخير معانا هو مسلسل اللعبة الجزء الرابع، والمسلسل من بطولة هشام ماجد وشيكو، وهتدور احداث المسلسل في اطار كوميدي. ومسلسل اللعبة الجزء الرابع هو من تأليف احمد سعد والي ومن اخراج معتز التوني، وهيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر. ودي كانت القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 مع قنوات العرض. اكتبوا لنا كومنت بقى وقولوا لنا ايه المسلسلات اللي هتتابعوها في رمضان 2024. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول باول هنا على قناتكم قعدة سيما. ودلوقتي بقى سلام.